السلام عليكم، اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا هبه. لو اول مره تشوفوني اتمنى تشتركوا في القناه، وان شاء الله كل فيديوهاتي تعجبكم. تورتايه النهارده بينطبق عليها حكمه اللي بتقول رب ضاره نافعه. حصل فيها ضررين، كانوا بيقولوا انها خلاص مش هتتعمل ومش هتطلع اصلا الاوردر ده، لكن سبحان الله ربنا دايما بيبقى كاتب الخير للإنسان عكس ما الإنسان بيفتكر خالص. سمي الله كده، وهقول لكم كل ما قدرنا هسيبها لكم في صندوق الوصف عشان ما نطولش عليكم الفيديو. انا النهارده خابزه الاسبونج بتاعي في صينيه فرن عاديه خالص. دخلتها طبعا الفرن، والفرن يكون سخن اهم حاجه. قعدت 50 دقيقه بالظبط في الفرن، وما شاء الله كانت طالعه هشه ومستويه وفي منتهى الجمال. لكن اول خطأ واول ضرر حصل ان انا قطعتها غلط. المفروض انها تقطع 3 ديسكات متساويين. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا ايدي اتعوجت، راح اول ديسك طالع جنب عالي وجنب واطي، فبالتالي الديسكين التانيين طلعوا مش مظبوطين خالص. الديسك التاني طلع مقطوع منه قطعة زي ما انتم شايفين كده، والديسك الاخير اللي على الوش طلع متبهدل خالص. في الوقت ده انا قررت ان انا هخبز اسبونج تاني وخلاص هركن ده. اشتغله بقى ايه؟ اي حاجة تانية، اشتغله كباط، اعمل اقطاع، اعمل بيه اي حاجة تانية مختلفة عن انه يبقى تورتاية. لكن بصراحة يعني استخسرت كل المقادير اللي اتحطت فيه، وقلت لا انا برضو بقدر الامكان هطلع تورتاية كويسة. لان يعني في معلومة كده بتقول ان في الحلويات مفيش حاجة بتترمى، كل حاجة تقدري تستغليها وتشتغليها وتطلع احلى حاجة كمان. هنا بقى رحت مجهزة القاعدة بتاعتي. التورتيه بتاعتنا مقاس 26، حطيتها على قاعدة مقاس 30، وبدأت ان انا اعالج الخطأ اللي حصل. اول حاجة ان الخطأ ده يتعالج بطريقتين: يا اما ازود الجنب بتاع الاسبونج اللي واطي دوت بجنب يكون عندي مثلا بواقي من الكيك، او ان انا اظبطه بالكريمة. طبعا ما كانش عندي بواقي كيك، فبدأت ان انا اظبطه بالكريمة. الكريمة بتاعتي حطيت الجنب العالي حطيت عليه الكريمة بطريقة طبيعية جدا بمقدار اللي انا بحط بيه على طول، والجنب الواطي خالص ده زودت الارتفاع شوية بالكريمة بتاعتي. وبدأت ان انا اسقيها خفيف جدا عن الاول طبعا، لان هي رقيقة قوي ومش متحملة، فمش هسقيها زي بقية التورت اللي انا بشتغلها. وبدأت بقى الطبقة التانية اسويها بقى، وعالج الجنب الفاضي ده بالكريمة. زودته كريمة قدر الامكان كده عشان كله يتساوى مع بعضه. حطيت بقى الكريمة بتاعتي، وحطيت زي الطبقة اللي قبلها بالظبط الجنب العالي حطيت فيه مقدار طبيعي من الكريمة، والجنب اللي مقطوع او الواطي ده حطيت فيه مقدار اعلى شوية. خليت السطح بتاع الكريمة متساوي، يبقى كله ارتفاع واحد. كمان حطيت شوية حشو كده كريسبي شوكولاتة اللي هو الصغير ده. تقدري تحطي اي حشو، تقدري تحطي صوص توفي، صوص فراولة، اي صوصات بتنفع وتبقى جميلة جدا بالذات مع الفانيليا. جيت بقى في الطبقة الأخيرة كانت متقطعة ومتبهدلة على الآخر، وبجد يعني كان موقف وحش جدا جدا يعني. بس برضو زي ما قلت لكم كل حاجة بتتعالج وكل حاجة بتمشي وبتبقى حلوة وطبيعية جدا وسهلة. طالما الحشو بتاعنا او الاسبونج بتاعنا طعمه حلو ومظبوط، مقاديره ناجحه ومظبوطه وطالع مستوي مش معجن، كمان الكريمه جميله وناجحه. عايزه اقول لكم كمان ان الكريمه دي كريمه نوتيلا، فكانت ريحتها وطعمها هايل جدا. حطيت الطبقه الاخيره وسويتها. وهنا بقى كان المفروض ان انا اساوي الاسبونج بتاعي من بره بالسكينه، ابدا ان انا اسويه كده واطلع جوانب متساويه. لكن انا بقى قلت لا، انا هسيب كل حاجه زي ما هي وهعالجها بطريقه مختلفه شويه. حطيت طبقه الكريمه بتاعتي، حطيت معلقه كده من الكريمه لميت بيها الهري بتاع الكيكه كله، وبدات ان انا احط طبقه الكريمه اللي على الوش واسويها كويس. وقبل ما انزل على الجوانب بقى فكرت وقلت خلاص انا هلفها بورق فاكيوم علشان اعالج التقطيع ده كله، وما يضايقنيش ان انا اقعد اساوي فيه. هي المشكله كلها كمان ان كان باقي وقت بسيط جدا على التسليم، فما كانش في وقت ان انا افضل كل شويه ادخلها التلاجة عشان تتماسك والقطع ما يبهدلنيش وانا بجلسها. فرحت جايبه الورق الفاكيوم وحطاه حواليها كده. طبعا هو بيدي شكل مختلف خالص للتورتايه. عملت معاكم قبل كده فيديو لورق وعملنا تورته بورق الفاكهه، وقلت لكم ان هو من اسهل الطرق اللي بنشتغل بيها التورت. لو انت لسه مبتدئه ومش عارفه ان انت تجلسيها او ما ظبطتش معاكي زي كده وطلعت فيها حاجه، بيعالج كل حاجه ورق الفاكهه ده. بدأت ان انا حددت كده، حددت التقسيمه بتاعتها نصين، وبدأت ان انا احط جناش شوكولاته، والجنب التاني هعمله
فاكهة. دي جناش شوكولاتة حليب وانا بحط دايما جناش الشوكولاتة الحليب، بقوم خابطة الكريمة بتاعتي بحرف المعلقة تطلع خطوط كده من الكريمة فوق الجناش. لما بيبرد ويتماسك الخطوط دي بتدي تشبيحة حلوة جدا، بتدي لون جميل قوي للشوكولاتة بتاعتنا. والجنب التاني حطيت عليه روزيتات بسيطة كده عشان ابدأ ارص عليه الفاكهة. كان عندي كمبود خوخ وكمبود اناناس، طلعتهم. انا بحفظه دايما الكمبوت في الفريزر، بصفيه من المية واحط كل واحدة في كيس واحفظه في الفريزر، وقت ما بحتاجه بطلعه وبقطعه بكل سهولة وهو متلج تقطيع رقيق كده علشان يدي معايا شكل بسيط. الاناناس قطعته 4/4 عشان ارصه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. والخوخ كنت مقطعاه شرايح رقيقة، وحطيت على الجوانب انصاف كده من الكريز عشان يكسر اللون بتاع الفاكهة، اللون الاحمر مع الوان الكمبود بيدي شكل حلو جدا. اما جنب الشوكولاتة فحطيت فيه بارين شوكولاتة كده بسيطة وواحدتين من الكونو، ورشيت كده كريسبي، ورشيت كمان بودرة ريد فيلفت عشان تكسر اللون برضو بتاع الشوكولاتة وتدي شكل رقيق وبسيط. انا بحب دايما التورت يكون التزيين بتاعها رقيق وبسيط، مش يكون متكدس كده بالحاجة اللي عليها. دي طبعا بتبقى احلى وارق بكتير جدا. تاني بقى ضرر حصل في التورتاية دي ان خلاص التورتاية اتفنشت بسرعة جدا وخلصت والمندوب طلع، وفوجئت ان العميلة كنسلت الاوردر لان عندها ظروف طارئة مش هتقدر انها تستلم التورتاية بتاعتها. طبعا الحمد لله يشاء القدر بقى ان انا عرضتها وفي نص ساعة بالظبط، والحمد لله رغم ان حجمها كبير وسعرها كمان كان عالي، متوقعتش خالص ان الحجم والسعر ده يطلع فوري، بس الحمد لله كل شيء نصيب وراحت لاصحاب نصيبها. والحمد لله كانوا مبسوطين بيها جدا جدا، وانا كمان كنت سعيدة قوي ان هي طلعت وربنا كرمني فيها الحمد لله.